ده مش ما حصلش، انا مش هصدق ان ده حصل. وبنبتدي بقى نهرب من ده بحاجات كتير. يعني في ناس مثلا تلاقيها بتروح في نوم تفضل نايمه طول الوقت، او في ناس ممكن تفقد الوعي وقتي، لانه المخ ده بيعمل ده عشان ما يقفش، ما يحصلوش حاجه. فبيبتدي يشوف اي طريقه يخلي البني ادم ده لا 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 ما حصلش حاجه، ان شاء الله خير مفيش حاجه، فيبتدي ينكر. حد عارف يعني ايه انكار؟ خليني احكي لكم حكايه. لما كنت في الكليه كان عندي استاذ بيدرسنا ماده اللغه العربيه، باعتبارنا يعني هنكون اعلاميين فمحتاجين ان احنا نتقن اللغه العربيه. دكتور كشك ربنا يديه الصحه لو عايش، والله يرحمه لو كان توفى، كان دايما يقول لنا انه ما بتحتاجش تاكد الا الشيء اللي انت مش متاكد منه اصلا. بمعنى لو انا متاكد ان انا بحب فلان هقول له بحبك، لكن لو انا عندي شك ان هو ممكن يشك في كلامي، او ان انا كلامي ممكن ما يكونش محل تصديق قوي ليه، بقعد اقول له بحبك جدا، انت اغلى حاجه عندي في حياتي، ده لان انا حاسس ان اللي قدامي مش مصدق، او انا نفسي مش مصدق. فكان دكتور كشك بياكد علينا انه الشيء الاكيد لا يحتاج الى تاكيد. يعني لما نقول هذه شمس، فانا مش محتاجه اقول دي شمس جدا، دي شمس بطريقه فظيعه، ده شمس قوي، لا هي شمس خلاص، مش محتاجه اي تاكيدات. وبالتالي وعلى نفس المنوال اتكلم مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاه، وقال انه لو حضرتك سعيد وحضرتك ما عندكش مشاكل، فانت مش محتاج كل يوم الصبح تصحى وتروح تقف قدام المرايه وتقول انا مبسوط جدا، انا سعيد، انا الدنيا مش سيعاني، انا فرحان قوي. خليني اقراها لكم من عنده. بيقول: يعلمك كثير من مرشدي المساعده الذاتية أشكالا جديدا من الإنكار، ويحقنونك بمختلف أنواع التمرينات التي تمنحك إحساسا طيبا على المدى القصير، لكنهم يتجاهلون الأسباب العميقة. تذكر أن ما من أحد سعيد حقا يجد في نفسه حاجة إلى الوقوف أمام المرآة ليخبر نفسه بأنه سعيد جدا. طيب كل الكلام ده أنا بحكي ليه؟ بحكيه عشان نتكلم عن حاجة بتحصل في حياتنا بمجرد وقوع الأحداث الصعبة والحزينة والمؤسفة، وهي الإنكار، المرحلة الأولى من مراحل الحزن أو مراحل الصدمة. الإنكار ده مرحلة كده لما بتحصل لا قدر الله مصيبة في حياتنا أو حدث ما كناش نتوقعه، فبنبتدي نقول لا 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 ده ما حصليش أنا، أو يعني لا الموضوع مش زي ما أنا متخيل، أو زي ما الناس كده يعني محسسنا إنه لا 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 او ما فيش حاجه، ان شاء الله ما فيش حاجه، لا هو اكيد ما يقصدش، او لا هم اكيد ما اللي قالوه ده مش حقيقي، او لا 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 اكيد اكيد هيبقى في حاجه تانية لا لا مش ممكن يكون ده، مش ده الصح، لا مش ده اللي حصل. فتبتدي تنكر 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 تنكر. وده بيتكلم عنه دكتور أحمد خالد توفيق برضو، بيقول هذه قاعدة يحدث للآخرين فقط، لقد حان الوقت لكي يتعلمها، فهي تثبت دوما براعتها في بعث الطمأنينة في النفوس، كما أنها حين يتضح خطأها تجعل تصديق ما حدث عسيرا. هذا لا يحدث فعلا. بعد هذا يأتي خط الدفاع الثالث، الصدمة العصبية والنشاط الزائد للعصب الحائر، ثم تفقد الوعي، تفقده لفترة مريحة يمكن أن يحدث فيها أي شيء. هناك خطوط دفاعية أخرى مثل مادة الأندروفين التي يفرزها مخ الفأر وهو بين أنياب القط، وهو نوع من المورفين الداخلي الذي يلغي إحساسه بالألم. هذه هي الحكمة الإلهية العليا، كل ألم يأتي معه رحمة. الأحداث الكبيرة لما بتحصل، أو المواقف المؤذية والمؤلمة والقاسية لما بتقع علينا، مخنا ما بيبقاش قادر يستوعبها للوهلة الأولى، فبيبتدي يخش في حيلة دفاعية إنه ده مش ما حصلش، انا مش هصدق ان ده حصل. وبنبتدي بقى نهرب من ده بحاجات كتير. يعني في ناس مثلا تلاقيها بتروح في نوم تفضل نايمه طول الوقت، او في ناس ممكن تفقد الوعي وقتي، لانه المخ ده بيعمل ده عشان ما يقفش، ما يحصلوش حاجه، فبيبتدي يشوف اي طريقه يخلي البني ادم ده لا 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 ما حصلش حاجه، ان شاء الله خير مفيش حاجه، فيبتدي ينكر. الانكار جميل كمرحله اولى، هو يعني ليه حكمه ربانيه، لكن الانكار استمراره بيمثل مأساة حقيقيه. خليني اقول لكم كمان ان الانكار، لو عايزه او اشبهه ليكم، فهو يشبه مقوله شهيره بتتقال دايما من جداتنا، وهي مقوله سرقات السكينه. الانكار هو بالظبط ان تسرقك السكينه، بمعنى انه لما بتيجي تذبح فرخه او اي حاجه، بتفضل فتره من الوقت هي مش مستوعبه ان هي تعرضت لده، فبتبتدي تحاول تقوم وتقف وتمشي، وبنشوف ده كتير في عيد الاضحى. دي حاجه اسمها سرقات السكينه، ان هو مش مدرك لسه انه ده حصل، ناكر ان ده حصل، فبيحاول يقاوم، بيحاول يقوم، بيحاول يعني. لكن في الاحداث العظام الانسان ما بيقدرش يقوم على طول، بيقع وبتبقى وقعه وحشه قوي، وبيكتشف. وده يمكن يفرق الحزن العادي اللي هو موقف عدى وخلاص ودينا بس عارفين نقوم، عن الحزن الشديد والاكتئاب، انه هي حاجه ما يتقامش منها، ما يتقامش منها الا بمساعده، سواء مساعده ذاتيه او مساعده من الاخرين، وما يتقامش منها على طول، بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد طاقه وبتاخد حاجات كتير، فرفقا بنفسينا. خليني اقول لكم انه سيجموند فرويد بيقول عن الانكار انه الانكار هو رفض معرفه الحقائق المحبطه.
افتكرت المعلومة دي، أو افتكرت كان أبرز تجسيد لفكرة الإنكار لما الله يرحمها الفنانة رجاء حسين كانت بتتكلم عن ابنها الكبير، وإنه كان ضابط في الجيش وتوفى فجأة. فهي قالوا لها هو في المستشفى، ما قالولهاش إنه توفى. فلما راحت وعرفت إنه توفى قعدت تضحك وقعدت تقول لهم لا ده ما حصلش، انتوا بتكذبوا عليا، ده مش حقيقي. وفضلت كده فتره لحد ما فقدت الوعي. ده بالظبط التجسيد الحرفي لفكره الانكار الوقتي، ان حضرتك بترفض تصدق الشيء لاقصى درجه ولابعد حد، حتى لو كان لدرجه فقدان الوعي. في كتابي أوراق الحزن الخمسة بتكلم عن الإنكار وبقول: الإنكار يعني أنك تجاهد لتقبل أمرا ما يبدو ضاغطا وغير قابل للاحتمال. ميزة هذا الميكانيزم أنه يمنحك وقتا كي تتقبل التغيرات المفاجئة التي طرأت بواقعك. هكذا تصير قادرا مع الوقت على القبول والتكيف، وأحيانا التخطي. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فالإنكار يصير مشكلة حقيقية حين يعوق المرء عن اتخاذ قرار عاجل أو الإقدام على تغيير ضروري. يصل الأمر في بعض الأحيان إلى رفض المساعدة أو الحصول على العلاج، سواء كان دوائيا أو نفسيا أو كليهما. تصير فكرة العلاج عموما مرفوضة، والمبرر أنه ليس هناك ما يستدعي ذلك. وهنا دي نقطة أساسية جدا في الجزئية الخاصة برفض العلاج النفسي عند ناس كتير. جزء منه بيكون فيه معاه حق، وفي جزء بيبقى الموضوع لا، هو جزء منه إنكار، إنه أنا ما تأثرتش للدرجة دي، مش معقول أكون اتبهدلت قوي كده لدرجة إن أنا محتاج علاج نفسي. ده بالظبط اللي أنا مريت بيه، وممكن تسمعوا القصة كاملة في فيديو سابق بعنوان تجربتي مع الاكتئاب، بحكي فيه بالتفصيل إزاي أنا مريت بده. الإنكار لذيذ، الإنكار حلو، الإنكار رائع، لكن الإنكار قد يقتل إذا استمر لفترة أكتر من اللازم. النهاردة الفيديو بتاعنا خلص، عشان ما أطولش عليكم. الفيديو الجاي هتكلم عن خصائص الإنكار. يا رب يعجبكم إن شاء الله، ويا رب الفيديو ده كمان يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد.